ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اجازة العيد خلصت خلاص واكلتوا الفتة واللحمة والرقاق وكل الكلام ده. نرجع بقى لمواضيعنا المثيرة للجدل. في فئة معينة كده من الرجالة تحس انهم تعبانين في دماغهم يا عيني. الواحد منهم تلاقيه داخل عليكي فارد عضلاته ورافع مناخيره لفوق وواثق قوي انك هتنبهري بيه وهتقعي في غرامه فورا. النوعية دي بتكون يا عيني فاكرة انها في مسابقة وانتي قدمتي فيها وهو الجايزة اللي هتكسبيها. مشروبك وتعالي اسمعي. مبدئيا كده قبل ما ابدأ في اي حاجة خلينا نشوف الراجل الجايزة ده شايف نفسه ازاي. الشخصيات اللي بتكون من النوعية دي دايما شايفة نفسها نادرة الوجود، مفيش منها نسختين على الكوكب، وبركة والله كان زمان الكوكب خرب. والمشكلة بقى ان السبب في الثقة العالية دي مش ان هو مصدق نفسه إطلاقًا، ولكن ده بيكون بسبب إن الأشخاص اللي هو متحاوط بيهم سقف توقعاتهم في الرجالة في الأرض، فبيكسب الثقة منهم للأسف. يعمل إيه؟ يتنطط علينا إحنا بقى. النوعية دي بقى من الرجالة ما بتدورش غير على البنات اللي شخصياتهم ضعيفة ومش فاهمين قيمة نفسهم ولا فاهمين معنى العلاقات صح. طب ليه؟ علشان يعرف يطلع عقدة النقص عليها ويلعب على نفسيتها. وللأسف بنات كتيرة جدا بتكون مبهورة بالشخصيات اللي زي كده وشايفة انهم واو وقد ايه ما حصلوش، ولكن ده للأسف بيرجع لقلة الوعي عندهم. اصل معلش يعني انت شايفة شخصية زي الزفت زي دي واو وانها واثقة في نفسها وكاريزما، فانت اكيد عبيطة في دماغك. لو حظك كان وحش بقى ووقعتي في واحد زيه هتلاقيه دايما في العلاقة عاوزك انت اللي تسعي وراه وتبذلي مجهود علشانه، لا ومش بس كده، تثبتي له انك تستحقيه. تمام ماشي، هل بقى بعد كل ده هيشوف انك تستحقي تفوزي بالجايزة هو يعني؟ لا طبعا. فبيبدأ بقى يتلكك، يقولك مشغول، يختفي، ويقرر فجأة انه ما بقاش مرتاح وعاوز ينهي العلاقة علشان يشوفك وانت بتتحايلي وبتترجيه انه ما يسيبكيش. بس العلاقة بالنسبة له one way، هو اللي يقرر امتى يتكلم وامتى يختفي. ولو اتهبلتي في دماغك وقررتي انك تعبيه او حتى تطلبي اهتمام هيقول نكدية. ولو اتضايقتي من اي تصرف عمله معاكي هيقول عليكي نكدية وحساسة. ولو ربنا كرمك وحاولتي تاخدي موقف هيقول عليكي نكدية وحساسة واتغيرتي عليه التلاتة. الشخصية اللي زي دي للأسف ما بتحبش ولا عمرها هتحب. الحاجة الوحيدة اللي بيحبها وأنا أضمنها لك السيطرة وبس. هيحب دايما إن هو يبعد وأنت تجري وراه، يزهق وأنت تبادري، يطنشك وأنت تفتكريه. ولأن زي ما قلت هو لا بيحب ولا هيحب ولا هو أصلا بيدور على حب، ولكن هو بيدور على جمهور، بيدور على واحدة تسقف له وتشوفه دايما إنه أسطورة وتغرقه دايما بكلمة أنا محظوظة بيك. على فكرة النوعية دي بتحب تسمع الجملة دي قوي. وتفتكري بقى ردوا عليكي وقتها هيبقى ايه؟ اه ما انا عارف. لا يا راجل، على الرغم من كل الكلام المعسول والتعظيم اللي حضرتك مغرقاه بيه ليل نهار عمرك ما هتسمعي منه كلمة واحدة بس حلوة. انت عبيطة في دماغك ولا ايه؟ انت عاوزة مستر جايزة يقولك انت كلمة حلوة؟ ولو عقلتي في يوم وصحيتي لقيتي نفسك بتقولك بلاش تكملي في العبط ده وقررتي ان انت تواجهيه وتعرفيه، الشخصية دي هتتحول وتقلب قطة ويقولك مياو، يقولك انا مياو تحت رجلك، ما اقدرش اعيش من غيرك وانا هتغير، انا غلطان في حقك وهعوضك واديني فرصة. عشان بمجرد ما تسامحيني هطلع عينك اكتر من الاول على اليوم اللي فكرتي فيه انك تسيبيني. ما انت فوقتي وجرحتي كبرياء وغرور بقى، فتفتكري هيسيبك؟ هيطلع عليكي مساوئ شخصيته كلها. فعشان كده انا بقولك لو وقعتي وقعه مهببه زي دي وفوقتي قررتي ان انتي تمشي، عاوزاكي تختفي تماما مهما قلب، والله لو اتقلب كرسي قدامك اوعي ترجعي. طيب احنا ليه بقى كبنات اصلا بنقع في النوعيه دي من الرجاله؟ لان ببساطه بيكون اغلبنا مترسخ عنده فكره ان الراجل التقيل قليل الكلام الغامض الكاريزما اللي ما بيتكلمش كلمتين على بعض هو ده الراجل الحقيقي. ولكن للأسف هو بيكون داخل تحدي مش مطلوب منه وانت زي الهبلة من غير ما تحسي بتقبلي التحدي ده. او بيكون برضو بسبب انك مش شايفة نفسك ولا قيمتك فبتفتكري ان اي اهتمام سطحي او مشروط يستاهل انك تحافظي عليه.
بس ولكن انت المفروض تفهمي انك مش بتدوري على غنيمة ولا حاجة، انت تستاهلي حد يحترمك ويسمعك ويسندك ويكون شريك ليكي مش عبء عليكي. فوقي بقى وبلاش تدخلي في علاقة مع واحد فاكر انه في فيلم واخد فيه بطولة مطلقة وانت مطلوب منك انك تسقفي له على كل لقطة، بس الحقيقة انت مش في فيلم ومش مضطرة تتفرجي اصلا. وافهمي بقى اننا مش في مسابقة علشان كل واحد فينا يشوف نفسه الجايزة اللي الطرف التاني هيفوز بيها. العلاقات السوية عمرها ما بتكون بالمنظر ده. وبس كده وصلنا لنهاية الحلقة، أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. متنسوش تقولوا لي هل قابلتكم النوعية دي من الأشخاص وتعاملتوا معاها ازاي. شاركي الحلقة دي مع صاحبتك اللي فاكرة إن ده نوع الرجالة اللي يستاهل إنها تتعلق بيه. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو، أشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.